ايه العواف عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا، بقالي 3 ايام ما نزلتش معاكم فيديو. بس انا قلت الفيديو ده النهارده خفيف وظريف، وما بصوا يعني ما يجيش 15 دقيقه ننزله مع بعض ان شاء الله، عشان خاطر يعني اشجعكم على الاكله اللي انا عاملاها. هتقولي يا جي اكلتي ازاي وانت تعبانه؟ ابسولوتلي ما حطيتش اي حاجه في بقي منها خالص. كل اللي اكلت بطاطس كده في العيش وخلاص على كده. وطبعا بشكركم على كومنتاتكم الجميله اللي دايما واقفين جنبي. طبعا امبارح كنت اخده رايكم في موضوع الموز، وانا عماله اكل في موز ومش واخده بالي. كل ما اكل موز اكح اكتر، ما كنتش عارفه. بس الحمد لله يعني ان انتوا فهمتوني. كنت عشان ما باكلش خالص، فاقول ايه اكل حاجه خفيفه عشان ما تجرحش زوري. بس انا الحمد لله بقيت احسن يعني بكتير. الحمد لله دلوقتي افضل من الاول بصراحه. هنا بقى قلت ايه اخش كده اغسل مواعيني الاول قبل ما اعمل الغدا معاكم. وتعالوا نشوف الاكل النهارده العجيبه الغريبه اللي انا هعملها وانا تعبانه. ازاي جي هتاكلي كده؟ وانا قلت لكم بقى خلاص، انا اي نعم بحبها بس غصب عني مش هقدر اكلها معاهم. هاكل حاجات خفيفه كده عشان خاطر ايه الدور البرد يعني. وربنا يعفو عنا وعنكم باذن الله. عايزين بقى نتكلم في حته كده مع بعض كده النهارده، عشان ايه نبقى نستفيد من الفيديو ان شاء الله. عايزه اقول لك ان كنت ربنا مقدرك تعملي خير اعمليه، وما تشغليش بالك باي حاجه تانية. ما تقوليش عشان الانسان ده مش بيكلمني، عشان الانسان ده امه مش كويسه، عشان الانسان ده اخته مش كويسه، عشان الانسان ده مش عارفه ايه. لا، انت لو عملتي اي حاجه بتعمليها لوجه الله. اي حاجه انت بتعمليها لوجه الله. عشان جالي السؤال ده يا جيجي. انا دلوقتي في مقدرتي ان انا اساعد حد من الاسره يعني، وانا شايفه ان هو مش حلو معايا ومش بيسال عليا. وهو محتاج الحاجه دي. بصي يا حبيبه قلبي، سواء بصي الناس كلها بقت كلها مش عشان احنا هندي الناس دي او حاجه يبقى احنا لازم نخليهم بقى يدوروا علينا ويسالوا علينا ولا اي حاجه. طالما لجأت لك وقالت لك انا محتاجاكي في شيء وانت تقدري تعمليه، اعمليه لوجه الله. ما تستنيش حاجه من حد. البني ادم مش هي. بصي في بني ادم يعني في بني ادم ما بيعرفش يعبر، تقدري تديله ما يعبرش معاكي، ولا يقول لك مثلا كل اللي يقول لك شكرا كتر خيرك، ما يقدرش يقول لك اكتر من كده. هي طبيعته كده. من كتر ما هو بيحس ان هو خجول في الحته دي فبيأثر معاكي في الكلام. فسيبيها على الله، يعني سيبيها على الله، اعملي اللي تقدري عليه وسيبيها على الله. عمر اي حاجه تبقى على ربنا. آه، وربنا يقف يعني مش هيقف معانا، ده استحاله، ده هيقف معانا بصي يعني. وهيرزقك وهيكرمك من حيث لا تحتسبي. فرأيي ان انت بتقولي يا جيجي هم محتاجين وطالبين مني، بس هم مش بيسألوا عليا ولا بيدوروا عليا ولا بيرفعوا معايا التليفون عليا ولا اي حاجه غير لما يكونوا عايزين حاجه. يا ستي معلش، السؤال يعني مش هيأثر معاكي في حاجة. أكيد في ناس تانية في حياتك أحسن وبتسأل عليكي وكده. بس أكيد طالما لجأت لك الست دي أو الراجل اللي لجأ لك أو أيا كان مين هو، فأكيد طالما لجأ يبقى محتاج. فأنت شايفة الظروف الحياة بقت صعبة وكده، فما فيش مشكلة إن إحنا نساعد بعض باللي نقدر عليه. مش قادرة عليه ومش قادرة تعملي، بس أنت بتقولي أنا الحمد لله مقتدرة وأقدر إن أنا يعني أطلع حاجة كده يعني. فتقدري تطلعيها لوجه الله هتطلعيها، مش هتقدري تطلعيها يبقى خلاص ما تطلعها. بس انا بقولها لك يعني لله، يعني ليك انت دي حاجه هتبقى كويسه جدا ليكي. في اعمالك، في خيراتك اللي بتعمليها، في رزق بيتك، فهيوسع عليكي ربنا، هيفرج عليكي بصي من وسع. بلاش تقولي مثلا لا عشان هو مش يا ستي خلاص عادي. ده احنا ممكن تكون ام واب وولاد مجوزينهم وعاملينهم ما بيسالوش عليهم بعد التربيه والعشره والفلوس اللي دفعت عليهم والمصاريف وحاجات كتير قوي. بص تلاقيهم ما بيسالوش على امهم وابوهم. فما بالك الناس دلوقتي يعني الدنيا يعني. هنقول الدنيا بقت صعبه، مش هنقول الدنيا بقت صعبه، هنقول احنا اللي بنقص يعني، احنا اللي بنصعب على نفسنا كل حاجه. في ولاد دلوقتي مجرد ما يتجوز ويسيب بيت اهله ولا البنت ولا اي حاجه، خلاص الاهل دول بالنسبه لهم بيبقى خلاص. بالرغم ان انت ضحيتي ودفعتي شقه عمرك وعملتي حاجات كتير قوي عشان تطلعيهم في مستوى كويس وتقفي في التعليم وتتعبي وكل حاجه. وفي الاخر خلاص. فتخيلي الابن او البنت او ايا كان مين. تخيلي. فعشان كده بقول لك اعمليها يعني اعملي الخير والميزه زي ما بيقولوا كده. اعمليه وسيبيه. صدقني عند ربنا بقى انت حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. عشان كده بقول لك تقدري اعملي، ما تقدريش يبقى خلاص ما تعمليش. بس انت من سؤالك ليا ان انا اقدر. فربنا يا ربي يعني دايما يديكي ويعطيكي وترضي كل اللي حواليكي، وربنا ما يحوجك لحد يعني، ربنا ما يحوجك لحد، الحوجه وحشه. فزي ما بقول لك كده ربنا يا رب المستعان، الله المستعان يا رب على ان احنا نساعد الغير. آم، بصي الواحد والله العظيم بيعمل حاجات كتير في حياته، بس مش لازم يطلع يتكلم عليها، مش لازم. مش شرط. مش شرط ان انا عشان اطلع حاجه اديها لحد مثلا انا بعزه او بحبه او اي حاجه واستنى منه بقى كل شويه شكرا كتر خيرك ربنا يكرمك لا والنبي مش عارفه ايه. مش هتفيدني بشيء. صدقني مش هيفيدني بشيء. اللي هيفيدني ان ربنا هو اللي شايف، هو المطلع وهو اللي عارف.
وربنا هيجازيني خير صدقيني. يعني الواحد لما بيطلع حاجه النهارده بص يلاقي بكره حد جايب له هديه، جايب له حاجه بتفرحه، خبر في مش عارفه ايه، مش هتلاقيها جايلك من اي حته. إن انسان يفرج على اخوه الانسان، دي حاجه حلوه قوي، حلوه جدا يعني. فربنا يا ربي يعني حبيبه قلبي يعني يصلح منك ويهديكي كده، ومن غير ما تفكري ولا حاجه اتكلي على الله. بس هي دي نصيحتي ليكي. طبعا تقولي كنت انا كنت كاختي يعني يا جيجي وكده، انا الناس دي ما بتسالش عليا وما بتدورش عليا، وايا كان بقى خلاص، ايا كان. وبالذات كمان خلي بالك بقى لو الاب والام كمان، وانت شايفه ان الاب والام دول مش محتاجين ومايلين على اولادهم بيقولوا ادونا، بصي لا تترددي، ما تتردديش ثانيه وتقولي طب ما انا بابا معاه ولا مامتي معاها ولا، لا، طالما طلبها منك خلاص، وانت تقدري زي ما بقول لك كده تقدري خلاص، طالما طلبها منك هو عارف ان انت تقدري تعمليها. فانوي النيه وربنا والله كريم جدا هيكرمك في كل حاجه ان شاء الله. بس ده اللي حبيت اقوله لك وارد عليكي في الفيديو النهارده، عشان احنا طبعا لما بنعمل هنا في القناه دي بنتكلم مع بعض لازم نفيد بعض كده بالاسئله ونرد على بعض في الاسئله والكلام ده كله. آه، امبارح بس ملك بنتي لما كانت بتكلمني في الفيديو، بس عشان ما اختلطش بيكم الامر، عشان صديقه ليا عزيزه على قلبي، قالت لي يا جيجي انا فهمت ان بنتي بتقول لك حاجه يعني كده، فهمت الموضوع. لا، ملك بنتي امبارح كانت خارجه مع اصحابها وولادي البنات خارجين كلهم، فرايحين داخلين المنتزه مع بعض، ومعاهم اسره يعني ام واب يعني رايحين كلهم كده مع بعض. فبتقول لي يا ماما التذكره بتاعه الدخول بقت ب 40 جنيه في المنتزه، فاهمين؟ فالتذكره بقت يعني عايزه 120 هي واختها، هم واخواتها يعني. فبس عشان حد فهم بس الموضوع غلط يعني، فانا بوضح لكم الصوره يعني في الفيديو كان بتاع امبارح. هنا خلاص انا خلصت الحوض خلصت المواعين خلاص، هغسل بس الحوض بقى ويلا بينا نخش على الكارثه اللي انا هعملها دلوقتي. انا بص كنت عين يعني عين رايحه على ليه على الاكله اللي انا هعملها، وعين جايه عليها اكل لا ما اكلش، بس انا الصراحه يعني مسكت نفسي عشان صدري وكحه، فقلت لا ما ينفعش بقى خالص يعني، ما ينفعش معايا خالص ابسولوتلي يعني. بس الاكله دي كانت الولاد نفسهم ياكلوها يعني، انا ولادي كده كل شهر كده عايزين ياكلوا الاكله دي. يا ترى هتكون ايه الاكله؟ فكروا كده وافتكروا معايا وقولوا لي ايه هي. خلاص كده انا خلصت الحوض وسبت بقى مواعيني تتصفى، وهغسل بقى الكلام ده كله كده معاكم اهو. هصبن كمان الحنفيه حته سلكه كده، وبعد كده برميها بقى لاني لما بتقعد بتصدي. بتظبطي بقى بيه كده بالهلوه بتاعتك. الهلوه دي حاجه حلوه جدا بس بقت غاليه قوي بصراحه يعني، بقوا يفتروا فيها علشان خاطر عارفين ان الناس بقت تجيبها دلوقتي والناس بتتكلم عنها كتير، فبداوا يغلوا الاسعار يعني. هي مش ناقصه بصراحه غلو اسعار يعني، سيبوا الناس في حالها يا جماعه. المهم بقى كده غسلته وخدته زي الفل، وبعد كده بقى ايه عشان يبقى مطبخي نضيف كده انا بعمل الاكله دي، لان الاكله دي هتقلب الدنيا دلوقتي، هتقلب المنطقه كلها. بس اعمل ايه بقى طالما اكله باكله ولادي بيحبوها بصراحه، فاعملها لهم مش مشكله، انا كده كده هاكل اي حاجه هتقابلني هاكلها، لو لقمه باي حاجه هاكلها. بس كده ويا رب يا رب تكوني اللي بتسمعني اللي قالت لي يا جيجي ما تحاوليش تقربي الصوت عندك عند ال... المايك شويه، دي بعدته خالص اهو. يا رب يكون الصوت كده واضح وما تكونيش متضايقه، بس اهم حاجه انت ما تكونيش متضايقه. دخلت بقى على الطاسه بتاعتي، شغلت الزيت وحطيت كده ايه البطاطس اللي كانت موجوده في البيت بصراحه يعني، طلعت كده اللي كان موجود في البيت عشان اجيب غيرها بقى. يلا عايزيني انزل معاكم فيديو السوق اكتبوا لي في الكومنتات، يلا يا جيجي ننزل مع بعض السوق. مش عايزين قولي مش عايزين، عايزاكم تكتبوا لي النهارده عشان ناقصني حاجات بكتبها في ورقه عشان ننزل مع بعض ان شاء الله نجيبها. آم، هنا في الفيديو اللي فات في فيديو كده هينزل لكم انا بتكلم على امل صالح، على الفوط اللي هي امل صالح دي طبعا يا جماعه في شركه جرين واي. اللي مش عارفها هنا على القناه يخش على القناه التانية هيعرف، اكتبي بس شركه يعني اكتبي على الفيسبوك كده امل صالح جرين واي، هيطلع لك كل المنتجات بتاعتها. انا كنت جايبه هديه الليله، روحوا شوفوها بقى على الفيديو اللي هينزل النهارده. جايبه هديه الليله كانت يعني مش طالباها، هي كانت نفسها فيها، فانا من غير ما هي تقول طلبتها من امل وتعالوا شوفوها هناك بالليل وهتعجبكم قوي. ربنا يقدرني يا رب ان انا اسعدهم واقف معاهم على قد ما اقدر يا جماعه يعني. بجد لما يكون ليكي اهل ولا حد زي ولاد اخويا او اي حاجه، اوعي اوعي يعني تكسري بخاطرهم في اي حاجه، اللي تقدري عليه اقدري عليه اعمليه، وصدقيني ده عند ربنا حاجه كبيره قوي. ف كل عمة عايزة اقول لكل عمة خليكي حنينة على اولاد اخوكي او اولاد اختك، خليكي حنينة عليهم، ما تبقيش ايه يعني، مش كلمة عمة يعني عمة اللي هي العمة تبقى جامدة اللي نخاف منها، والعمة اللي احنا ما نقدرش نيجي جنبها نتكلم معاها عشان احنا بنخاف منها والكلام ده كله.
نبقى عامه كده حلوين طيبين سلسين معاهم، علشان ما نعمل لهمش كفايه اللي هم فيه. يعني فقدان اب في اسره دي صعبه جدا، خلي بالكم تبقى صعبه جدا، واللي مجرب عارف يعني. فكون ان انت تكوني حاجه من ريحه ابوهم وتكوني كويسه معاهم وحنينه عليهم، دي بالدنيا وما فيها. تعالوا بقى نشوف الفسيخ بتاعنا بنجيبه منين. من عند عمو ابو المعاطي اللي عندنا في 45. عمو ابو المعاطي، عايزه تخلي الفسيخ بتاعك بتخليه، عايزه تخلي الرنجه بتخليها، اللي انت عايزاه بتعمليه. تمام كده. هو قريب مني جدا، في قصاد ابو كمال يا جماعه، عشان في حد في كومنت جالي قريب وحد رد عليكي من غير ما انا مرد. قال لك من عند ابو المعاطي. ابو المعاطي معروف جدا هنا، بس بصراحه الفسيخ في رشيد ارخص بكتير من هنا، فرق 100 جنيه. آه معرفش ايه السبب، يعني ان هو ارخص مع انه هناك كمان احلى من هنا. يعني من هناك بصراحه في رشيد احلى بكتير. طبعا بقى هنا انا كنت بنضف، ولادي حواليا التلاتة واقفين حواليا عمالين لقطوا مني البطاطس، ولقطوا مني الفسيخ، ولقطوا مني الرنجة. يلا بألف هنا وشفا. الناس بقى اللي خارج مصر بتقلق من الحاجات دي، ما لا تقلقي والله لا تقلقي. هي إرادة، هي الحتة دي إرادة. يعني أنا لما أخدت المرام هناك صديقتي ورحت بيه السعودية، حطيته في بقها ما قدرتش بصراحة، ما قدرتش تكمله. ف يعني اديته لصديقه مصريه عايشه هناك، اديته لها، او صديقه مامتها مش عارفه مصريه او سعوديه حاجه زي كده. لكن صديقتي مي لما رحت بيه رحبت بيه واكلت معايا منه وكانت مبسوطه الحمد لله. بس في ناس ما بتقدر، مش هتقدر يعني، وفي ناس تقدر. فكل واحد بقى حسب يعني ارادته. يعني احنا كمصريين متعودين، هو تعود بس مش اكتر. يعني عندنا مصريين مش بياكلوه، يعني احنا عندنا مصريين مش بياكلوه، عشان ما تفكروش بس ان الشعب المصري كله، لا، فيه وفيه. تمام. ايه بقى اللي انا عملته في الطبق اللي هناك ده؟ انا قطعت فلفل على بصلايه على حبه خل على عصره ليمونه على شويه كده كمون وكده، عشان يعني احدق البصله تبقى مسكره كده وطعمها حلو. تقدري تفتح نفسك اكتر ما هي مفتوحه، لان الاكله دي اساسا بتفتح النفس اساسا. وانا شلت حته لنفسي على جنب عشان لما اخف اخش اكلها. طب بتخزنيه ازاي يا جيجي؟ بصي، هتحطيه في علبه، تقطعيه كده تحطيه في علبه، تحطي عليه زيت كتير وليمون كتير، وتقفلي عليه وتحطيه في التلاجة في اي وقت، فوق طبعا في الليزر. في اي وقت انت عايزاه هتطلعيه يفك خالص، وبعد كده تبداي تاكلي منه عادي خالص. بس كده. طبعا الشوكه بقى فيها شويه مزمزه كده، ماشي ظبطت بعد الكاميرا ما قفلت معاكم الكاميرا. قعدت حته كده بقى، طب حته صغيره. المهم الرنجة حلو جدا وكانت مبطرخة. بصوا دي أكلة كده كل شهر كده بنعملها، يعني بنغلط الغلطة دي كل شهر كده أو أكتر كمان، يعني ممكن نقعد أكتر. بس ساعات خالد بياخدنا بدل ما ناكلها في البيت، يعني بياخدنا على رشيد على طول يوم أجازة مثلا. بس بصراحة عشان خالد رجليه مكسورة، عنده صباعين مكسورين. ربنا يعفى عنه يا رب. كده بقالنا داخلين في كام اسبوع. هاتوا فيديو الكنبه، كام ساعه الكنبه. وربنا يعفى عنا جميعا يا رب باذن الله. فمن ساعتها بقى مش بنخرج كتير يعني. المهم بقى كده ايه، قطعت بقى، طلعت البطروخ لجنب. البطروخ ده ايه جي اللي هو، بصوا بقى تسموه انتوا عندكم، ممكن تسموه كافيار، ممكن تسموه مش عارف، هو كله بزابيس كده وطعمه حلو قوي يعني، حاجه حلوه يعني يا جماعه، حاجه حرشه كده. بس اللي طبعا ما بيحبش الاكله دي يعني عادي، ما فيش مشكله خالص، لان دي اذواق. بس لكن انتوا لو مصريين وعايشين في مصر هتحبوها. بس كده نضفنا رنجتنا. والرنجة دي عبارة عن حاجة مدخنة، يعني سمكة مدخنة، زي السلمون، عارفين علب التونة اللي احنا بنجيبها، نفس الحكاية. بس هي بتبقى على بعضها كده مش متقطعة. في منها متقطع حتت كده في السوبر ماركت، في أي سوبر ماركت هتلاقيها متقطعة كده شرايح هي وفي بطروخ لوحده وبيتباع لوحده. يعني كل حاجة بتبقى ليها حاجة، يعني فاهميني ازاي؟ بس كده. النهارده حبيت انزل لكم الفيديو على القناة هنا. بصوا ملك بقى واقفة جنبي، شايفين انتوا؟ شايفين السرقة؟ بيمدوا ايديهم ويسرقوا، واحنا فين بنتكلم مع بعض حلو يا ماما، ويدوقوا حته لا حته مش عارفه ايه، البطاطس كانت تتحرق مننا بس احنا لحقناها يعني. حمرت الطاسه دي وعملت كمان طاسه تانية، بس ايه طلعت دي الاول يوم هم عشان ياكلوا، وانا عملت لنفسي بقى طاسه بطاطس كده اكلتها بالعيش كده. وقعدت بقى ابص عليهم كده، عارفين ان هو ايه، انا غلبانه يعني، عارفين. بصوا شفتوا الحته دي؟ ده ايه. اهي اخدت حته من البطروخ وسابتها. بصوا ولادي مش عايزين عليه طحينه ولا اي حاجه، هم عايزين بس ياكلوه كده. طبعا جبت هنا المقص، قطعته كده مكعبات صغيره عشان اللي ياخد اللقمه، هي اللقمه واحده بس. وجيت اجيب ليلى عشان تتغدى معاهم، لقيتها في الدرس، كانت عندها درس. وادم بقى، بصوا ادم يعني خس وعدم كده، خس قوي. مش عارفه ليه، من ساعه ما وقف كوره شويه وبعدين رجع تاني. هو خاسس شويه.
قلت له: ادم ده انت كنت تفس قوي يا ادم وبتاكل وبتاع. قال لي: مش عارف عمته والله. ربنا يا رب يخليهم ويحميهم يا رب، ونشوفهم احسن الناس باذن الله. بس كده كان الهدف من الفيديو النهارده حبايب قلبي، ان انا اتكلم معاكم في موضوع يخص حد سالني عليه، ودي كانت الاكله بتاعتنا النهارده، دي سفرتنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون كلامي خفيف وضيفه خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، واكتبوا لي في الكومنتات تحت كده ايه رايكم، واي حاجه عايزين تسالوني فيها اسالوني وانا هرد عليكم باذن الله. هنا بس قطعت ليمون كده عشان هم يعصروا بقى براحتهم بره، ودي كده اكلتنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير واقعدوا بالعافيه.